بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ معانا فيديو جميل جدا جدا من الفيديوهات او المناطق المحببة لقلبي انا شخصيا، من المناطق اللي انا بحبها جدا جدا جدا. واتمنى ان اكون من سكانها. النهاردة هنصور لكم منطقة حلوة قوي، المعمورة الشاطئ. المعمورة الشاطئ صورتها لكم في الصيف، وهنشوفهم الاجواء في الشتاء. اخبارها ايه بقى في الشتاء بقى؟ احنا صورناها في الصيف والفيديو موجود على القناة. صورنا كذا فيديو للمعمورة يعني في الصيف، وقلت بقى هصورها لكم في الشتاء بقى، عشان خاطر ايه؟ الناس اللي بتحب المعمورة بقى تشوفها بقى في كل اوقاتها، في الصيف وفي الشتاء. اول حاجة عايزة اقولها لكم ان التذكرة بتاعت الدخول المعمورة يعني تحسوها كده عاملة زي كومباوند مقفول كده، ببوابة بقى خارجية موجود عليها امن من بره. عشان تدخلوها، مش تدخلوا كده اي مكان كده وخلاص، لا مش زي اي مكان، لا ده في ناس قاعده وبوابه بتدخلهم. في تذاكر. التذكره ب 30 جنيه للفرد، ولو معاكي عربيه ب 30 جنيه، يعني الفرد ب 30 والعربيه ب 30. ولو معاكي اطفال، الطفل اقل من 6 سنين ما بيدفعش، من 6 سنين وطالع بيدفع. وممكن لو بتاع الامن يعني راجل محترم كده، يعني ممكن يفوت يعني ويعدي الأطفال 6 سنين يعني، و7 سنين كمان. في ناس ممكن تعمل كده، وفي ناس لأ، يعني 6 سنين هيدفع يعني هيدفع. المهم بقى اللي زي ما قلت لكم كده، أهم حاجة في الموضوع المعمورة الشاطئ اللي موجودة في اسكندرية. تمام. التذكرة ب30 عربية وفرد، والأطفال أقل من 6 سنين ما بيدفعوش. احنا دخلنا المعمورة طبعا في الشتاء ما فيهاش حد خالص، يعني فراغ تام 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 من الناس في المعمورة. هم كام فرد كده يعني موجودين، وهتشوفوهم معانا دلوقتي وخلاص. لفينا شوية كده في الشارع كده علشان خاطر برضو تشوفهم. طبعا المعمورة طبعا مكان هادي جدا، مكان بيتميز بالخصوصية الجامدة والهدوء والنظافة. الأشجار زي ما انتم شايفين على جانبي الطريق، وده طبعا اللي بتميز المعمورة. الأشجار جميلة، المكان واسع، المكان نظيف. مفيش حاجة بقى اسمها جوه ان في توك توك رايح وتوك توك جاي، لا مفيش الكلام ده خالص. وهتشوفوا معايا في الفيديو صيف او شتاء الكلام ده موجود. ممنوع التكاتك جوه منطقة تدخلهم. المنطقة دي عايزة الناس انهي يا جماعة؟ الناس اللي بتحب الجو الهادي، الجو الرايق، اللي عايزة فعلا تريح كده اعصابها شوية كده، يروحوا المعمورة. ناس كتير كانت بتسألني تفضل لنا مكان ايه ان احنا نروح نصيفوا فيه. انا بقول لكم من خلال الفيديو، انا كنت برد عليهم في التعليقات برضو، بس هقول لكم هنا كمان افضل الاماكن اللي انا بحبها شخصيا وشايفاها نظيفة وتهدي الاعصاب كده، للناس اللي بتحب الهدوء والنظافة والجو المميز والحاجة المميزة. المعمورة يا جماعة، المعمورة الشاطئ، لان في يا جماعة في 2 معمورة بلد ومعمورة شاطئ. المعمورة البلد احنا يعني ملناش علاقة بيها، لان هي مش تبع المصايف خالص. احنا دلوقتي الفيديو بتاعنا عن المعمورة الشاطئ، وانا بتكلم عن المعمورة الشاطئ. فيها خدمات كتير جدا طبعا. فيها كافيهات كتير ومطاعم، فيها السوق، وفيها ملاهي طبعا. وممكن طبعا الناس يعني اللي بتدخلها لو عايزين مثلا تأجروا فيها، يعني فيها إمكانية انك تأجروا عجل وتلفوا بيه المعمورة كلها. الحاجات دي متوفرة بكثرة في المعمورة. فيها بيتزا كوين والزعيم ومنوش وصابر، وممكن تأجروا عجلة عشان تستمتعوا بالتجول في جميع المناطق. وفيها طبعا شاطئ طبعا ممتد بالمعمورة كلها، أبو ربيعة هو فيها حاجات كتير، وفيها فنادق طبعا، وفيها مساجد وملاهي. مش عارفه قلت ملاهي ولا لا، بس الملاهي اكيد طبعا مش فاتحه طبعا في جو الشتاء ده، لان مفيش ناس اصلا. المعموره الشاطئ بتبقى في الصيف، فبيبقى فيها ناس اكتر من كده بكتير طبعا، بس ما بتبقاش زحمه لدرجه ان انتوا تتضايقوا، لا. حتى في شهر 7 ما بتبقاش الزحمه اللي تضايقكم، لان هي طبعا عشان تدخلوا من بره بتدفعوا تذكره، وعشان خاطر تدخلوا الشاطئ نفسه، عفوا، عشان تدخلوا الشاطئ نفسه بتدفعوا برضو تذكره للدخول، عشان تأجروا شمسية وترابيزة برضو تذكرة، يعني كل حاجة بالفلوس فيها. فعلشان كده ما بتلاقوش فيها زحمة. الشواطئ بتاعتها من أحسن الشواطئ على مستوى اسكندرية. بس الموجة بتاعتها
هي عالية شوية عن يعني بره مثلا في سيدي بشر مثلا وميامي والشواطئ ديت بيبقى في حواجز خرسانية محطوطة بتكسر الموج، لكن في المعمورة لا، مفيش الحواجز ديت، فالموجة بتبقى عالية عن الشواطئ اللي بره. احنا هنا بقى على الكورنيش، كل اللي على يمنا دي خدمات، وعلى شمالنا الشاطئ بقى. يعني انتوا ممكن في العصاري كده تمشوا على الكورنيش ده، المشي بس كده، الخدمات على شمالنا والبحر على يميننا، والجو تحفة تحفة طبعا. ده في حد ذاته استمتاع بالجو طبعا زي ما انتوا شايفين كده. الشاطئ مميز طبعا، بتدخلوا الشاطئ بتلاقوا حتة كده من النجيلة، بعد كده حتة رملية، الشواطئ بتاعتها واسعة. فالشواطئ بتاعت المعمورة الشاطئ متصممة يعني بطريقة معينة، بحيث كل تصميمة تمتع او يستمتع بيها المصيف اللي جاي يصيف فيها. طبعا المعمورة فيها طبعا ممكن تشتروا فيها شقق وتعيشوا فيها، مش ان هي للمصايف بس، لا، في ناس ساكنة فيها. بالنسبة طبعا للإيجارات فيها، الإيجارات فيها بيبقى يعني الأسعار برضو يعني عالية شوية عن بره. بالنسبة للأسعار الأكل والشرب والكلام ده برضو الأسعار عالية برضو شوية عن بره، مش زي بره. ف هي عالية شوية، بس هي عالية شوية لأن هي نظيفة شويتين الصراحة يعني. هي مختلفة خالص عن باقي اسكندرية، حاجة كده مميزة. لو بتشوفونا بقى ولسه محطوش اللايك، حطوا لنا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على وضع الكل حتى يصلكم مننا كل جديد، وانتظروا مننا بقى فيديوهات ان شاء الله جامده جدا عن اسكندريه. ان شاء الله ان شاء الله مستمرون معاكم بتنزيل الفيديوهات، وان شاء الله ان شاء الله ربنا سهل الحال ومش هوقف شغل تاني، بس ادعوا لنا بس بالتساهيل كده يعني. احنا هنا بنصور لكم طبعا، موجود فيها شاطئ عام وشاطئ خاص. الشاطئ العام على ما اعتقد كان ب 100 جنيه في الصيف، انا مش فاكره قوي. في الصيف كان ب 100 جنيه. هو طبعا الشواطئ دلوقتي محدش هينزلها، فبالتالي يعني يعني ايه، يعني اهتموا بالسعر بتاع الشواطئ. في الصيف الجاي ان شاء الله احنا معاكم طبعا بالفيديوهات وبالتصوير المستمر، وان شاء الله هوفيكم بكل جديد ان شاء الله باستمرار. وقبل قبل الصيف ما يبدا كده او في بدايته هنعمل لكم برضو فيديوهات برضو عن الايجارات والشقق والشاليهات والشواطئ وكل حاجه. بس هنا حبيت يعني اوريكم الاجواء في الشتاء عامله ازاي. المهم فيه شاطئ خاص وشاطئ عام، لما صورت في الصيف الراجل بيقول لي ده في شاطئ كمان حاجه اسمها شاطئ مميز، يعني اعلى من العام والخاص طبعا. الميه هي الميه في العام والخاص لان هو كله بحر واحد، لكن في الخاص طبعا يعني بيبقى فيه مميزات يعني شويه كده. هنا الواضح هنا ان في هنا حاجه يعني ايه هيفتحوها جديد، تعليمات دخول الشاطئ. طبعا هو انا عملت لكم خدوها سكرينه عندكم واعملوا لها زوم كده عشان تعرفوا تقراها كويس. هو طبعا ممنوع دخول طبعا الناس اللي بتبقى بس جايه وجايبه معاها كراسي والكلام ده كله، ممنوع دخول الكراسي. ممنوع دخول المواقد بتاعه الغاز الصغيره، عشان خاطر لو حابين تعملوا شاي ولا تعملوا اي حاجه مفيش الكلام ده هنا خالص. ايه، تدخلوا بس بطولكم بفلوسكم ماشي، بس كده مش اكتر. ممنوع طبعا اصطحاب اي حيوانات ولا شمسية ولا كحوليات ولا حاجات حادة كده ولا اي حاجة خالص. الشاطئ بيفتح طبعا من الساعة 7 الصبح او 6 الصبح لغاية المغرب. بعد المغرب كله خلاص، من المغرب كله بيطلع. طبعا غير بقى بره اسكندريه بقى. احنا طبعا في اسكندريه، معموره في اسكندريه، بس المعموره نظامها كده من الصبح للمغرب، وكل الناس اللي على البحر كلهم بيطلعوا، والبحر بيشتغل من المغرب للصبح بقى تاني يوم. كافيه والقعده على الشاطئ بالمشروب، يعني اللي يدخل بيبقى معروف ان داخل للكافيه اللي جوه، تقعدهم وتطلبوا مشروبات وتشربهم والقعده بالمشروب. هو ده نظام الايه، نظام المعموره. طبعا اسعار الشاليهات طبعا بتبقى اغلى عن اسعار الشقق، وطبعا صف اول غير صف تاني غير جوه شويه. طبعا الشاطئ زي ما انتم شايفين معلهوش ناس خالص، لان الجو طبعا ساقع، مفيش حد يعني هيقعد على البحر في الجو اللي احنا فيه ده. هنا يعتبر بقى خلصنا جولتنا على الكورنيش، وبقى ايه في طريقنا كده بقى عشان خاطر ايه هنمشوا بقى خلاص.
حطوا لنا لايك يا جماعة، عشان خاطر اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبخليه يتنشر اكتر قدام الناس ويتشاف، وادعمونا يا جماعة، ادعمونا يعني، ادعموا القناة عشان خاطر القناة يعني محتاجة دعمكم بجد. معلش بقى الازاز هنا يعني عليه حاجات كده من الطريق، طبعا احنا مسحناه وهو اتمسح وبس، عمل يعني ايه، جه عليه حاجات برضو من الطريق تاني بتشوش التصوير شوية. احنا بنصور من ورا الازاز علشان خاطر الجو ساقع وهوا، فالازاز مقفول. هنا بقى منظر المباني بقى بتاعتها كده يعني، والاشجار والخضره في كل حته، فده طبعا ده اللي بيخلي المعموره بتبقى متميزه عن الاماكن التانية. المباني طبعا مش عاليه فيها خالص زي بره مثلا في اسكندريه. الابراج طبعا 17 و20 دور و15 دور، فهنا بقى مش المباني مش عاليه، فبالتالي عاطي للمكان وسع والجو مفتوح كده. فبصراحه المعموره انا بفضل اي حد، يعني اي حد عاوز يصيف يجي يصيف في المعموره. فيها كل الخدمات اللي انتوا عايزينها. بالنسبة للمواصلات في تاكسيات جوه، يفضل يكون معاكم عربية، لو معكمش عربية مفيش مشكلة، في تاكسيات، في العربيات الخاصة ممكن تلفوا بيها زي ما انتوا عايزين. ممكن تأجروا عجل او تلفوا عادي، بس طبعا العجل مش على كله طبعا، يعني كأمهاتنا بقى والكلام ده كله مش هينفع يركبوا عجل. الفيديو كده خلاص، حطيت لكم في الاخر شويه صور كده، يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم حطوا لنا اللايك، اشتركوا في القناه، استنوني وانتظروني في فيديوهاتي القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.